كان دايما عندي علامة استفهام ليه يا رب حضرتك قلت لنا إن العلاقة الحميمة بين الزوجين محطوطة في مقام الصداقة، عشان زي العادي يجي العلم يفسر لنا ده بعد سنين طويلة إن الحميمية أو الانتمسي مش مقصود بيها بس الحميمية والتقارب الجسدي زي ما مجتمعنا أو مجتمعات تانية بتركز على الجنب ده، وما بتركزش قوي على معنى الأقوى للحميمية وهي الانتمسي، الروح والنفس. فعملوا إحصائيات ما بين الزوجين اللي بينهم علاقة مستقرة وغيرهم اللي ما بينهم علاقة غير مستقرة أو الغير متزوجين أو اللي بيتعددوا في العلاقات، وابتدى العلم يعدلنا فوائد العلاقة دي على الصحة العامة والصحة النفسية. لقوا الأزواج اللي بينهم العلاقة دي مستقرة نسب أمراض القلب والجلطات وارتفاع الضغط أقل بكتير من غيرهم، رقم واحد. رقم اتنين، لقوا إن جهاز المناعة عندهم أقوى بكتير. رقم 3، إفراز هرمون الأكسيتوسين اللي بيؤدي للأمان العاطفي والراحة النفسية وتقليل أثر ضغوط الحياة عليهم. رقم 4، لقوا إن العلاقة دي لما بتكون مستقرة بتعلي جدا الثقة بالنفس، لأنها بتترجم عند الست إن هي لسه مرغوبة، ودي أكتر حاجة بتحسس الست بثقة بنفسها، وبتترجم عند الراجل كإنجاز إنه قادر يعلي ثقة مراته بنفسها، ودي برضو أكتر حاجة بتعلي ثقة الراجل بنفسه. فتخيل معايا كده جنب الجانب الحسي وأهميته إن إحنا نبقى بنحط نية للعلاقة دي وإحنا بنقدمها لشريك حياتنا كلغة حب ولغة رحمة ولغة تخفيف لأحمال الحياة ولغة لتحسين صحته النفسية.